السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو من جديد. اليوم سوف نتكلم عن كحل الاتميد. بزاف ديال الناس كيسولوني على كحل الاتميد والاصلي ديالو كيفاش كيكون ومنين كيجي وكيفاش داير اللون ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه غنبدا لكم هو هاد الكحل ديال الاتميد اللي كيجي من اصفهاني، من السعوديه. السعوديه فين كاين بزاف، يعني هو كاين في كاين في بزاف ديال الدول العربيه منهم المغرب، ولكن المغرب حاليا مبقاش فيه، يعني مبقاش فيه الاصلي ومبقاش فيه الكحل الاتميد. دابا حاليا كاين في اصفهاني واللي كيجي على هاد لومبالاج كيما هكا، كيجي يعني فيه بزاف ديال الالوان في لومبالاج. لومبالاج كيتبدلوا ولكن الداخل ديالو راه هو، يعني اللون ديالو اسود. انا نوريكم الالوان اللي فيه في لومبالاج. كيجي بحال هكا، كيجي في الزرق ويجي في الاخضر ويجي في الاسود بحال هكا كما كتشوف في النوار. كيكون يعني ديال اصفهاني، راه معروف هو الاصلي كما كتشوفوا. هانتوما غنوريكم اصفهاني فين هي ديال اصفهاني، هذا هو الاصلي. بالنسبه للفوائد ديال كحل الاتميد، راه كيديروه عيالات ورجال، لانه هو اصلا من غير تزيين، يعني كيخدم يعني مزيان، كيصلح المشاكل ديال العينين اللي هي الجلاله. يعني مزيان الجلاله، يعني كيحيدها ومزيان كينبت يعني الزوبه ديال الشفران. بالنسبه للنساء اللي كيبغيو شي حاجه اللي تكبر لهم الشفران ديالهم، كنصحكم بكحل الاتميد. بالنسبه للداخل ديالو كيفاش كيكون، انا نوريكم كيفاش كيكون داير من الداخل. يعني كيجي في هاد لومباج بحال هكا كما قلت لكم، كيكون يقدر يكون احمر، يقدر يكون. المهم نوريكم من الداخل كيفاش كيكون داير. هانتوما كيجيو بحال هكا، كيجي مع هاد المرود ديالو، كيجي مع يعني داير بحال الثوب هذا اللي كيجي من برا. وهاد الورقه ديالو يعني اللي كيكونوا فيها يعني احاديث، يعني الاتمد الاصفهاني، يعني هي كتلقاها هنا في الداخل في الورقه. انه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر يعني مزيان، يعني يعني كيخلي البصر يبقى مزيان. وينبت الشعر يعني الشعر ديال الشفران. مصاوب بماء زمزم يعني ومياه ديال الورد كما كتشوفوا المدينه المنوره. هذا هو الاصلي، كيجي هكا قرعه صغيره بحال هكا. هانتوما الاتمد اصفهاني. المهم هذا هو الاصلي. خديتي شي حاجه اخرى في المغرب حاليا من غير هذا اصفهاني اللي كتلقاوه في هذا لومبالاج هذا، كيعطيكم فيه الباركود، ها هو. هذا هو الاصلي، يعني ما كيكونش فيه بزاف، كيكون غير شويه قليل، ولكن الفوائد ديالو راه كثيره بزاف. الفوائد ديالو كثيره بزاف، يعني كيقدروا يديروا العيالات وكيديروا الرجال. حاليا في المغرب راه قليل، يعني كتاخدوه بالكوموند، يعني كيجي وكيسالي بالزربه. يعني اخر مره دابا انا عندي هنايا شحال، عندي باكيه فيها 12 حبه، ومازال كنتسنى فيها 12 حبه تقريبا اكثر من شهر عاد باش وصلتني. اما الدوزيام اللي كيكون عندهم ديال الماكياج، راه كتلقاي غير قرعه فيها فيها كحل الاتميد وصافي بحال ما هكا. دابا هذا ديال الهند، ها هو راه مكتوبه فيه كحل الاتميد كما كتشوفوا، ولكن راه ماشي الاصلي، هذا راه رخيص، كيعمل 10 دراهم. الكحل ديال 10 دراهم ماشي هو الاصلي، او ماشي هو الاتمد. الاتمد يعني راه كل واحد باش كيبيعو. دابا بحال هذا اللي عندي انا كنحسبوه 150 درهم في المحل هنايا، يعني ملي الناس كيجيو هنا كنحسبوا لهم 150 درهم. كما قلت لكم، في المحل كنبيعوه 150 درهم. بالنسبه للناس ديال اللي كيبغيوه يعني وكيكونوا بعاد، يعني كيتزادكم الثمن ديال التوصيل، لان كنديو فيه حنا غير بركه. المهم هذا هو الاصلي. اللي باغي ياخذ كحل اتميد غادي ياخذ ديال اصفهاني، عقلوا عليها مزيان. ديال اصفهاني كيجي في هذا لومبالاج بحال هكا كما كتشوفوا، وهذا هو الاصلي. ويعني راه هو مزيان للعينين بزاف، وبزاف ولاو الناس كيقلبوا عليه لانه مزيان للجلاله، مزيان المشاكل ديال الشوف. وكاين يعني الشعره ديال الشفران. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، والناس اللي باغيين يقلبوا على الاتمد في اي بلاصه واي عند واحد، ياخذوا تصويره ولا يسكرينوا التصويره من عندي هنايا
ويقولوا له يعطيني هذا ديال اتمد ديال اصفهاني. المهم راه تلقاو قليل بزاف وما كاينش، تقدري تاخديه بالكوموند يعني، وكيجي مره كما كتعرفوا الطريق من السعوديه هنا باش تدخل السلعه كتعطل بزاف. يعني غادي تسناو واحد المده وتكومونطيو عليه عاد باش يجيكم، اولا توصوا عليه شي واحد اللي غيجيبو لكم من مكه. شي واحد مشى دار عمره قول لي جيب لي كحل اتمده، احسن حاجه قول لي غتجيب لي جيب لي، ما تجيب لي حتى حاجه، ما تجيب لي لا صلايه لا لبسه، جيب لي كحل اتمد. صلايات راه موجودين هنا في المغرب فيما بغيتو تاخذهم راه موجودين، ولكن هذا هو اللي قليل وما كاينش. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وكنتمنى ان شاء الله تجربوا كحل الاتمد، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.